ونبدأ كده بأول حاجة هي الآ والآن، وزي ما احنا كلنا عارفين اللي هي نكرة، أدوات تنكير. أما كلمة ذا فهي أداة تعريف بتعرف الشيء. خلينا نروح لأول حاجة كده، امتى احطها آ وامتى احطها آن؟ برضه لسه الناس بتتلخبط. زي ما علمونا واحنا صغيرين اللي آن لما بتيجي للحروف الفاولز اللي هي الA والE والO والU والI. بس في الواقع هي القاعدة صح والقاعدة غلط. ليه؟ لأن كل حاجة ليها الإكسبشنز بتاعتها وليها الشواذ بتاعها وحالتها الخاصة. هي الفكرة اللي احنا مش بنحطهم بناء على الحرف، هي اللي احنا بنحطهم على حسب الصوت. يعني حسب الصوت. ازاي حسب الصوت؟ انت عندك صوت اليو مثلا university وامبريلا، هتحط الأني واحدة فيهم آ وهتحط الواحدة فيهم آن. ايه ده؟ هي university حرف اليو مش قلتي vowel فهتبقى كده كلها آن؟ لأ، في واحدة فيهم هتتحط آ وفي واحدة فيهم هتتحط آن. طب أنا أفرقها إزاي؟ بالصوت. حرف اليو عندنا ساعات بيتنطق وساعات بتتنطق ي. زي إيه؟ زي ي university. عشان كده بقولها a university. وآن umbrella. an umbrella a university. فلو حرف اليو اتنطق زي umbrella هتبقى كده an، بس لو اتنطق ي زي university هيبقى a. عشان كده اعتمدوا على الصوت وليس الحرف. وعشان كده بندرس صوتيات، وتقدر ترجع للينك الصوتيات وسلسلة الصوتيات واسيبها لك في وسط الفيديو. استخدامات الآ والآن، امتى بحطهم وبفرقهم ازاي عن الذا؟ ما تقلقوش، في اخر الفيديو هلخص لكم الليله ديت بتركية بسيطه. بس انا بستخدم الآ والآن في حالات معينه، وهم 5 حالات. اول حاله منهم هو لو انا اديتك مثال على شيء. لو انا قلت لك افرض يعني مثلا كده الموبايل بستخدمه عشان اعمل اتصال، فده كده على سبيل المثال او على سبيل الحصر مثلا، فهقول a mobile is used to make calls. برضو لو انا قلت لك مثال ان الترمومتر بيقيس الحرارة، فهقول a thermometer is used for measuring temperature. فده كده على سبيل المثال. فلو انت هتدي مثال بالشيء نفسه فتستخدم a او an. طب تاني حالة عندنا ايه؟ وهي لوصف الشيء نفسه او لوصف شخص. لو انا جيت اوصف شخص او شيء فبرضه هستخدمها. لو انا جيت قلت لك مها is a teacher، فمها هنا ايه؟ انا وصفت مها انها مدرسة. اوكي، مها is a teacher. طب لو انا جيت برضه اوصف ان دي سيارة سباق it's a racing car. لو انا عايزة اقول ان الشخص دوت او البنوتة ديت جميلة، منى is a beautiful girl. فأنا بوصف لما هاجي أوصف شيء هستخدم a or an. تالت استخدام وهو لما يكون في general statement كده، عبارة عامية، ونركز في الجملة دي كويس جدا. حاجة كده في المطلق في العموم، انت أول مرة تحكي عنها ومفيش حد عارفها فمفيش تفاصيل كتير، حاجة كده في المطلق general statement. فدي برضو هنا هستخدم a أو an. زي مثلا لو جيت قلت لكم امبارح أنا قابلت بنت، انتوا عارفين البنت دي مين؟ أنا قابلت مين؟ أنا قلت أنا قابلت بنت. هل بقى طويلة قصيرة مشهورة معروفة صاحبتي مثلا؟ ما اديتش تفاصيل without any details. عشان كده قلت yesterday I saw a woman. تمام، a woman. لما أنا بقى في الجملة التانية هاجي أتكلم عليها فعادي هعوض بشيء، وبعد كده ممكن لو هي انا هوصفها بحاجة تانية ممكن هستخدم بعد كده ذا، بس في الاول جملة هتبقى a woman. ندي مثال تاني. لو انا قلت لك انا خطرت في بالي فكرة I have a very good idea، فانت عارف الفكرة اللي خطرت في دماغي؟ انت ما تعرفوش، انا لسه هقولها. لما ابتدي اتكلم عن الفكرة بعد كده هتعرفوها، فهستخدم بعد كده ذا. فلو هي شيء مجهول انت مش عارفه مفيش تفاصيل فيه، فانت هتقوله او هتستخدمه لأول مرة a. بعد كده عادي let's call محمد and ask him for help. رابع استخدام ل a و an برضو، اللي هو اللي انا اتكلم عن شيء
ودي عليه أمثلة، والشيء ده يكون هو من ضمن جروب معين. لو أنا جيت مثلا إحنا في ميتنج أوكي، وجيت قلت لك do we have a Miss Nada here؟ إيه ده، هي مش ندى هنا؟ ممكن تكون غايبة أوكي، فهي ميس ندى هي جزء من تيم، جزء من فريق. لو أنا جيت قلت لك this is a Jackie Chan movie، أنا ده فيلم واحد من أفلام جاكي شان، بس هل ده الفيلم وحيد؟ لأ أوكي، فده كده رابع استخدام، لو شيء بديله مثال كجزء من مجموعة. خامس استخدام عندنا الآ والآن، وهو اللي أنا بقيس ال rates and speeds. لما أنا أجي أتكلم عن ال rates وال speeds وال numbers I will use a or an. زي مثلا علي can run for an hour، هو يقدر يجري لمدة ساعة. ممكن أقول هدى earns $1,500 a month. اوعدنا يا رب. اوكي، فكده أنا حددتها في الشهر اوكي. ودي كده ببساطة شديدة ايه هي الآ والآن.